النهارده بقى يا حبايبي هنعمل احلى مدلعه في البيت بمكونات على قد ايدك ومكونات في متناول الجميع، بدل ما نروح نشتريها بره غاليه. لا، احنا هنعملها في البيت. معانا اول حاجه هنا البيض. معانا 6 بيضات او 7 بيضات حسب حجم البيض بتاعك. تمام. معايا هنا الدقيق. ده 75 جرام دقيق. دقيق كيك. لو عندك دقيق عادي تمام، ممكن تحطي عليه معلقه من النشا عشان يوصل لقوام اللي هو الدقيق الاسبونج. تاني حاجه معايا السكر البودر هنا. طبعا كل حاجه اقولها لك بالمقادير. معلقتين لبن كبار. ومعانا مانجا او اي فاكهه انت بتحبي تضيفيها ليكي. انا هستخدم المانجا مع كريم شانتيه وهقول لك هنعملها وهتبقى احلى 100 مره من بتاعه المحلات. بصوا بقى يا حبايبي، تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي انا اشتريته فرحانه بيه جدا، وقلت ان شاء الله اول ما هجيبه لازم اعمل بيه حاجه حلوه. بصوا الطعم العسل ده انا كان نفسي فيه من اول عايزه اقول لكم من اول ما انا اتجوزت. متجوزه بقالي 15 سنه، بس ما كانش في دماغي بقى، ما كانوش لسه طلعوا الحاجات دي. بصوا ال3 احجام دول عاملين 150 جنيه. الصينيه اللي هي على شكل قلب دي تنفع طبعا للكيكه تشيز كيك. الكيكات اللي هي البارده بالبسكوت ما شاء الله. حلوين برضو، احجامهم مختلفه. فانا النهارده هعمل في الصينيه دي. هبطنها بقى الاول. هغسلها طبعا وابطنها بقى هنا بالزيت وعليه ورق الزبده. تمام. هبدا بقى هقول لكم هنعمله ايه في هنشيل بس ده كده. بسم الله. خدي يا حبيبتي كده، بنتي بس بتساعدني. اتفضلي. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا معايا كده صفار البيض. الحمد لله مفيش ولا نقطة بياض. ده اسفة بياض البيض مفيش ولا نقطة صفار نزلت فيه. هبدأ بقى ان انا كده اضربه على الهادي خالص بالمضرب. بسم الله. واول ما حجمه يبدأ ان هو يتضاعف معايا هحط له سن يعني رشة خل صغيرة، او لو مفيش عندك خل بتحطي ملح عشان بس يضمن ثبات القوام بتاعه. بسم الله ما شاء الله. والبيض دلوقتي رخص، يعني تقدري تعملي بيه كيكه وانتي مطمنه وقلبك جامد. هيبقى ارخص من بره بكتير. اهو هبدا بقى ارش له سنه الخل. بسم الله. هبدا بقى اعلي السرعه بتاعتي. بصي بقى، اول ما الحجم يتضاعف كده هبدا احط عليه سكر. هقسم السكر بين البياض والصفار. احط عليه معلقه اهي. بسم الله. والباقي هحطه مع الصفار. بصي بقى، انا كده لسه هكمل ضرب فيه، بس انا حبيت اوريهولك. بسم الله ما شاء الله. انا عشان البوله بتاعتي كانت نظيفه ما فيهاش ولا نقطه ميه ومفيش ولا صفار بيض نزل على البياض، فعشان كده هيتمسك معايا ببركه ربنا اهو. بس هلم بس الجوانب كده. هضيف بس عليه رشه فانيليا صغيره، وهلم الجوانب بسم الله كده عشان كله يكمل ضرب معايا تاني. بسم الله. هكمل بقى ضرب وارجع لك عشان صوت المضرب. بصوا بقى يا حبايبي، انا كده خلصت ضرب اهو. هضرب بره اوريكم. ما شاء الله متماسك معايا والقوام كريمي خالص، عامل زي كريم شانتيه. بسم الله ما شاء الله، خطير اهو. بصوا بقى، انا الصفار بتاعي هنا هحط عليه بسم الله. بسم الله كده مع حوالي معلقه كبيره من الفانيليا. مع ايه اخر حبه اهو معايا. ممكن افتح عليهم كمان ظرف عشان برضو ما يبقاش فيه ريحه زفاره. بسم الله. دايما اقولك تجيبي اساسيات الحلويات في البيت اهي وتعينيها كده على طول، تبقى عندك زي اللي هي. هبدأ بقى احط عليهم السكر. بسم الله. واديهم بقى كده ضربة
بالمضرب. بسم الله كده ادمجهم بس مع بعض. هبدأ بقى هنا هنزل باللبن، يعني حوالي ربع كوباية، ومعلقة من الزيت. طبعا الزيت يكون نظيف. يدمجوا كده بس مع بعض مش اكتر. بسم الله اهو. بصوا بقى بالراحة خالص، وهبدأ اجيب البياض اللي احنا عملناه. بصوا بقى هبدأ بقى كده بسم الله، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هاخد كده دي هنا اهو، وابدأ ان انا ادمجها، ادوب الخليط كده. بسم الله ما شاء الله، بالراحة خالص وعلى اقل من مهلك، وما تقلقيش من اي حاجة. عايزة اقولك بقى ان الكيكة دي حلوة جدا. انا بجيب، يعني انا دايما بحب اقوم افطر كيكايه هوهوز او توينكيز مع فنجان القهوه عشان افوق. كل يوم بقى 10 جنيه الكيكايه دي، ولو بنتي برضو بجيب لها يبقى ب20 جنيه. قلت طب ما هو انا دلوقتي اعمل كيكايه كده في البيت وعلى مزاجي كده واحشيها، اعملها كده في البيت تبقى ما شاء الله حلوه وتاكلي منها، وارخص واوفر. ومكونات طبعا حاجتنا ما شاء الله بتبقى نظيفه، انت عارفه انت حاطه ايه. اهو دمجنا اهو بقى كله كده. هنزل بقى بالدقيق بسم الله، حبه حبه كده على ما ايه، يعني تحطي حبه على ما يختفي. طبعا انا معلش بعمل بايدي الوجعاني، فالحركه عندي بالظبط قوي، فتلاقي في حاجات ممكن تكون ايه بتقع. بسم الله. يعني عايزه اقول لك تحمدي ربنا على فضله ونعمه في كل حاجه. انا ايدي اليمين دي لما وقعت عليها حاسه ان حياتي كلها وقفت، انا مش عارفه اعمل اي حاجه. يعني انا افكها دلوقتي كده علشان اعمل بيها، وبرضو يعني سندها كده على جسمي عشان اعرف ان انا اشتغل. بصوا بقى القوام اهو معايا. هبدا ان انا انزله هنا بالراحه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بالراحه خالص اهو. نبدأ بقى ايه في الخطوة دي، نقلب بالراحة خالص من تحت لفوق علشان كل الهواء اللي احنا دخلناه اهو ما شاء الله. عايزة اقولك هشة وحلوة جدا عشان احنا فصلنا الصفار عن البياض. بصوا بقى انا جبت الصينية اهو، بطنتها بالزيت وحطيت عليها ورق الزبدة. هنقلب بقى الخليط هنا بالراحة خالص. طبعا انا هستعين بقى بزوجي ان هو يشيلها، لان مش هقدر اشيلها بصراحة. تمام، هحط الخليط هنا وارجع لكم. بصوا بقى حطينا الخليط، وهبدأ بسم الله كده ارجه خبطتين كده، ومعلقة كده او حاجة خشب. بسم الله نبدأ نعمل فيه حركات كده، يعني حوالي مرتين او 3 عشان الهواء. بسم الله ما شاء الله. وما تخافيش انك تجربي اي حاجه، ادخلي وجربي، والحاجه اللي انت بتعمليها في البيت بتبقى احسن 100 مره من بره. سمي بالله كده وقولي بسم الله، وان شاء الله الحاجه تطلع معاكي زي الفل. وما تخافيش من اي تجربه، احنا بنعيش عشان احنا بنتعلم، يعني طول ما احنا عايشين بنتعلم ايه حاجات، مره تطلع حلوه مره تطلع نص نص، إيه هتتاكل. تمام، فانا هنا اهو خلاص خلصت كده. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 لمده، مش هفتح عليها قبل نص ساعه. اول ما اشم ريحتها كده هبدا اختبرها. بصي بقى يلا هنقطع المانجا كده مع بعض، وهقولك على حاجه حلوه قوي انا اكتشفتها بجد بعد سنين كتير. ان قشر المانجا دوت هو ده اللي، بس احنا هنشيل الحتت اللي زي دي كده. هو ده اللي ايه هيخلي عصير المانجا معاكي تقيل، ما بيترميش يا حبايبي. انا كنت الاول برميه، لكن بصراحه شفت فيديو كان منتشر تقريبا من كام سنه. بصوا هي الحتت دي كده انا هشيلها من كذا سنه. ان قشر المانجا دوت بيتقل معاكي عصير المانجا. هو فعلا طلع حقيقه، وبيتقل عصير المانجا وطعمه اصلا حلو. احنا بنعمله وبنصفيه، يعني بعد ما تضربيه في الخلاط بتصفيه. انا عامله منه في التلاجة من امبارح. بصوا بقى ده بستخدمه لايه،
بستخدمه معايا لو انا هعمل كيكه زي النهارده كده، وعايزه سيرم، سيرب ان انا يعني شربات ان انا اسقيه بيه، بعمله. عامله كنافه وعايزه برضو تسقيها، بدل ما بتعملي العصير اللي هو بالسكر دوت والميه، الشربات العادي، لا ده بيديها طعم جميل قوي وتسكيره حلوه. تمام. فده كنز معاكي ما ترموهوش، انا مش هرميه. بما ان المانجا بقى خلاص ده موسمها، فبتجيبي وبتخزني. طبعا هي غالية مش رخيصة، يعني هو الكيلو في الجملة عامل من أول 45 لغاية 55 جنيه، فانتي وشطارتك بقى. فمش عارفة هي هترخص بقى يعني هي هترخص ولا هتفضل كده. فانتي طبعا لو في مستطاعتك، حتى والله العظيم لو جبتي ب100 جنيه، يعني كيلو ونص بقى من الفكهاني او كده، بس عشان انا ايدي مش عارفة اتحكم، بتبقى حلوة جدا، بتنفعك حتى في رمضان. يعني ممكن المانجاية الواحدة دي تعملي منها لتر عصير يكفيكي في رمضان، تعملي منها مثلا كنافة بالمانجا. مفيش حاجة هتخسر معاكي، لو حتى والله العظيم مانجاية واحدة وعينتيها. لو انتي بتجيبي مثلا كل اسبوع كيلو، وعينتي من الكيلو دي مانجاية، ان شاء الله مانجاية صغيرة، انتي الكسبانة. هتفرق معاكي كل حاجة، نعمة ربنا. يعني لو اي حاجة كده بتفرق في البيت. بصوا بقى ده كده انا مش هرميه، انا هبدأ ان انا اكحته كده واحطه مع القشر. ماشي. ليه؟ عشان هيديني في العصير طعم حلو. هحط هنا حوالي كده كوباية مية، بسم الله. عشان انا المشكلة الخلاط عندي ضعيف، مش اللي هو السكينة بتاعته شديدة ان هي هتطحنهم، عشان يسهلوا بس عملية الضرب. ماشي اهو، بسم الله. بصوا بقى هي واقفه يعني واقفه في المطبخ، تعملي حلو وحادق وترتاحي. وطبعا كل ما بتخلصي مرحله بتغسلي المواعين بتاعتها، عشان مفيش حاجه تتراكم عليكي. يعني انا خلصت عملت سلقت اللحمه وعملت الصلصه المكرونه، غسلت المواعين. دلوقتي اهو عملت كيكه، غسلت مطرحها، وبعد كده بدات ان انا اعمل المانجا عشان مفيش حاجه تتراكم عليكي. وهنا بسم الله، بصي عشان بس ايه اوريكي. بسم الله، ده من القشر وحتت اللحم اللي كانت في القشر، وانا صفيتها اهو، طلعت معانا ما شاء الله. يعني انا ضربتها وصفيتها ورجعت اضربها تاني، بس مقطع التصفيه دوت بصراحه اتقطعها. فانا بس حبيت اوريكي وجربيها، وعلى ضمانتي هتطلع معاكي كده. وبصوا تقيله، يعني احنا حتى لما نسيبها كمان شويه هتحسي انها تقلت اكتر من كده. هي كده خلاص ما شاء الله تقلت معايا. ده القوام اللي انا ده القوام كده اللي انا عايزاه خلاص. هجيب بقى الكيكه بتاعتي واقطعها، وهنشوف هنعمل فيها ايه. بصوا بقى انا عملت الكريم شانتيه، وهنا ده بوري مانجا. انا هاخد بس معلقه من هنا كده عشان ادمجها بيه. بسم الله كده بالراحه خالص، عشان احشي بيه الكيكه بتاعتي، او المدلعه بقى، عشان احنا عايزين ندلعها كده على الاخر. بسم الله ما شاء الله. هدمجهم كلهم، وعامله برضو العصير اللي انا قلت لكم عليه دوت، علشان اسقي الكيكه بتاعتي بيه. هنا بقى انا هقطع الكيكه بتاعتي بس، شكرا كده. بصوا بقى ما شاء الله اهي اتقسمت. هنبدأ بقى ان احنا نحشيها.
هنا بقى انا حاطه على الطبق ورق زبده، عشان ايه لما اجي اسقسق كده العصير في حاجه تقع على ورق الزبده. بسم الله كده. ايوه ما تخافيش اعملي. بصوا هو اتحول عشان قعد في التلاجة ما شاء الله القشر عشان انا ضربته فيه بقى. بصوا سمكه عامل ازاي تقيل. استني يا زينة افردي بده. بنتي بقى بتساعدني عشان انا ايدي وجعاني اهو. هنحط بقى طبقة، خدي بقى حطي طبقة من الكريمة. بسم الله. هنفرد بقى كده الكريمة، والكريمة انا عاملاها باللبن علشان تكون طبعا طعمها غني كده وجميل. بس للاسف ما كانش عندي قشطة عشان احط عليها، بتبقى احلى بكتير. بصوا بقى احنا هنعمل الطبقات وهوريلكم في الاخر هتكون عاملة ازاي. يلا بقى بصوا دي الكيكة التانية اللي انا عملتها. هنحط بقى عليها الكيكة الاولانية اللي هي كان حجمها صغير، مش هنقسمها، هنسيبها كده زي ما هي. هنبدأ بقى نخرمها كده عشان العصير يدخل جواها وتبقى كلها مسقية. بسم الله. بصي بقى قولي لي كده ايه رأيك فيها بالنسبة لأول مرة ان احنا بنعمل فيها تورتة او كيك بنحشيه طبقات. بسم الله ما شاء الله اهو. يعني انا حاسة ان ما شاء الله جميلة اهي. ان شاء الله بقى دي هسيبها تتحط في التلاجة لغاية ساعتين 3 كده تتماسك مع بعضها، ولما اجي اقطعها هوريها لك. وتعلمي بقى تعملي كل حاجة في بيتك حتى لو في الاول شكلها مش مقبول قوي. ولكن والله يعني هيبقى في تقدم بعد كده، وخلي عندك امل. ومش كل حاجة بقى نروح نشتريها من بره بمبلغ وقدره. يعني دي مثلا التورتايه دي في اقل مكان هتلاقي عامله 300 جنيه، بس احنا عملناها بمقادير من البيت يعني مش متكلفة حتى 80 جنيه. إيه هقول لكم بقى بصراحة رأيي فيها إيه بكرة بإذن الله لما ناكلها. إيه بصوا بقى يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، بعد ما حطيتها في التلاجة بقت متماسكة وجميلة خالص اهي. والله أكبر عليها. إيه مرتفعة ازاي. هنا بقى